سفاح المعمورة قضية جديدة وسفاح جديد في الإسكندرية. إلى الآن 3 جثث ما بين سيدات وما بين رجال. تفاصيل حصرية عن الجثث اللي تم اكتشافها وإيه اللي بيحصل في قضية سفاح المعمورة. قبل ما أبدأ الحلقة وقبل ما أبدأ كلامنا بقى لايك على الفيديو عشان الحقيقة توصل لكل الناس. لو أنت أول مرة تتفرج علينا يا ريت تنورنا في القناة وتشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك الجديد. أول بأول المحامي نصر الدين محمد 50 سنة. أصلا هو من كفر الشيخ وانتقل للعمل محاميا في الإسكندرية من سنة 2021. الناس كانت بتتكلم كده في المنطقة إن هو كان دايما بيمشي ب6 موبايلات، كان دايما بيشغل قرآن، ملتزم. بعض الشهود اللي كانوا موجودين قالوا الكلام ده على النقيض لما نيجي نتكلم في الجثث اللي تم اكتشافها في مسرحين جرائم. وعايزين نركز مع بعض كده لأن التفاصيل متداخلة ومتسرعة. لأن تم العثور الأول، القضية لما تم معرفتها كان مسرح الجريمة الأول اللي احنا بنتكلم عنه. الشقة اللي استأجرها في شهر فبراير الماضي كانت في منطقة المعمورة. البلد جنب مدرسة اسمها مي زيادة الثانوية للبنات ومدرسة أحمد شيبوب الابتدائية. العمارة مكونة من دور أرضي و3 طوابق في شارع 228 في المعمورة. البلد صاحب العمارة أو ابن صاحب العمارة كان له طبعا أقوال في القضية، وقال إن هو عرض عليه إن هو ياخد شقة في الدور الأول، لكن هو رفض وأصر على الدور الأرضي. الشقة مكونة من غرفتين وغرفتين صغيرين، والصالة موجودة في مسرح الجريمة يوم الواقعة، ويوم الجريمة يوم اكتشاف هذه الواقعة. ابن صاحب العمارة فوجئ إن في صراخ طالع من الشقة. طبعا هو أكثر من مرة كان في مشاكل مع الناس في العمارة بسبب إن كان ستات داخلة ستات خارجة. هو على طول قافل الشبابيك، ريحة حشيش طالعة من المكان، وده اللي الشهود أكدوا عليه. سمعوا صراخ فتاة، فابن صاحب العمارة راح خبط عليهم. اتفاجئ إن الراجل معه راجل تاني. المحامي ده اللي هو السفاح المجرم احنا بنتكلم عنه معه راجل تاني ومعه سيدتين. انتم بتعملوا ايه؟ حصل بينهم خلاف. اخلي لي الشقة فورا، مش هينفع الكلام اللي بيحصل ده. واحدة من البنات اللي كانوا موجودين كانت في حالة هلع وخوف، فقالت بيسألها ابن صاحب الشقة في ايه؟ فقالت له ان في أوضة لقت فيها جثة. راح على أوضة من الأوضتين اللي موجودين، تفاجأ بوجود تكسير وإن البلاط متشال. وبعدين بيبص لقى في جثة. طبعا كان في جثة واضحة، وكان في جثة ثانية. لما مباحث جات اكتشفوا إن الجثة الثانية مدفونة في نفس الشقة، ولكن على عمق أكبر. بلغ الشرطة على الفور. الشرطة جات لقوا الجثتين تم إلقاء القبض عليه. هو بالمناسبة أخذ 4 أيام، وبعد كده جددوا له 15 يوما على ذمة التحقيقات. المفاجأة بقى خلال الساعات الأخيرة هي العثور على جثة ثالثة، واللي إلى الآن مش معروف الجثة دي راجل ولا ست. والجثة الثالثة اللي كانت متقسمة أو مقطوعة جزئين ومدفونة في كيسين موجودين في شقة ثانية في مكان ثاني في مسرح جريمة. ثاني عايز بس أقول لكم على حاجة مهمة جدا. الضحيتين اللي احنا بنتكلم عنهم، الضحية الأولى وكان بينهم زواج عرفي. طبعا ده كله من التحقيقات الأولية ولسه المعلومات بتجيء تباعا. عرفوا على بعض في سنة 2020، اتجوزوا 3 سنوات وبعد كده اختلفوا مع بعض. فراح قتلها في 2023. بعد ما قتلها جاب تابوت من عند النجار ودفنها في التابوت، وكان أي نقل التابوت ده للمكتب بتاعه وغسلها وصلى عليها، وكل يوم كان بيعطر لحد ما هي اتحللت. دي الجثة الأولى. الجثة التانية كانت رايحة عايزة ترفع خلع، عايزة تخلع جوزها، استغلها واختلفوا مع بعض. فكانت موكلة عنده فراح قتلها بنفس الطريقة. جاب تابوت وكان بينقل للشقة اللي هو نقل لها، اللي هي مسرح الجريمة الأول، نقل لها في شهر فبراير الماضي. وهو بينقل الأغراض إلى الشقة حط في وسط الأغراض التابوت دي الجثة التانية. خلال التحقيقات معه الموضوع بقى فيه لغز إن في فيزا كارد هي اللي وصلت للجثة الثالثة. وفي نفس الوقت كان في بلاغ من بيت عيلة في شارع الجيش اللي هو المسرح الثاني احنا بنتكلم عنه، متفرع شارع 45. ده تابع لقسم شرطة. سني المنتزه قالوا إن في واحد مؤجر شقة في بيتهم في شارع 7 عند جزارة الديباني تحديدا، وإن الشخص ده بقاله فترة ما بيدفع الإيجار وقافل الشقة. ولما تم مقارنة مضاهاة البلاغ ده بالتحقيقات إن هو في نفس الوقت كانوا بيحققوا معه، فلقوا إن هو كان مستأجر شقة ثانية قبل الشقة دي. فاكتشفوا إن هي نفس الشقة. راحوا للشقة فتشوها عشان يجدوا جثة ثالثة على مدار 5 ساعات متواصلة من الحفر.
لأن الجثة دي كان دفنها على عمق أكبر، وكان دفنها زي ما احنا قلنا مقسمة لجزئين، وكان طبقة أسمنتية كده على الجثة زي ما احنا قلنا مش باين ملامحها. هل هي راجل أو ست؟ الكلام هنا متضارب إلى الآن. طبعا جثث دي كلها بتروح للمعمل الجنائي، وبيتم عمل تقرير الطب الشرعي، تحليل الدي إن إيه، عشان نشوف القصة إيه. لأن معظم الجثتين في جثة يعني مش في حالة تحلل كامل، وفي جثة متحللة تماما. تقريبا الجثة اللي مش في حالة تحلل كامل اللي هي ثاني ضحية. أول ضحية طبعا من زمان، الضحية الثالثة كذلك برضو بقى لها فترة. فالجثة الثانية هي يعني مش في حالة تحلل كامل، ولكن القية مش واضح. والجثة الثالثة اللي تم اكتشافها خلال الساعات الأخيرة محدش عارف هي راجل ولا ست. وطبعا انت بتتكلم في قضية زي كده، انت سيب القوس مفتوح والمفاجآت كلها والتفاصيل كلها. الله أعلم بقى الجديد اللي هيكون موجود في الساعات القادمة في هذه القضية. طيب احنا عندنا كمان محامي أو محامين أصدقاء له. بالمناسبة هو مقيد في نقابة المحامين، ومعروف في وسط أصدقائه المحامين في الإسكندرية. ولكن كان في محامي ظهر واتكلم وقال إن في 8 متهمين مبدئيا في هذه القضية. زي ما احنا عارفين في بداية أي قضية بيبقى في تحقيقات مع ناس ما بين شهود وما بين متهمين. في ناس ممكن تلاقيها كانوا متهمين بس تم في التحقيقات اكتشفوا إن هم مجرد شهود، والعكس صحيح. فلسه إلى الآن التحقيقات متواصلة. إحنا بنتكلم الجريمة دي تم اكتشافها تقريبا من أسبوع، من 7 أيام. فلسه التحقيقات تجري على قدم وساق، والمفاجآت مستمرة ومجهود. يعني يذكر ويشكر للنيابة العامة وجهات التحقيق في سرعة وقت في الوصول لكل التفاصيل في هذه القضية البشعة اللي احنا بنشوفها. سفاح ثاني ومجرم ثاني وقاتل ثاني وجثث ثاني وعلامات استفهام ثانية. والناس بقت السيناريوهات المعتادة في أي جريمة زي كده. الناس كانت بتتكلم إن كان في جثة كانت مفرغة من أعضائها. الكلام ده طبعا لسه كلام أولي في المنطقة. وجثة ثانية متقطعة، ده أكيد معلومة أكيدة إن الجثة الثالثة متقطعة لجزئين التقطيع. وهل هو لوحده ولا محد، ولا هو كان الموضوع قتل بس، ولا وراه حاجة تانية؟ دارك ويب، تجارة أعضاء، كل ده بقى في القضية دي. احنا ممكن نشوف مفاجآت كتير في القضية دي. الناس كانت بتقول إن هو كان شخص متعدد العلاقات النسائية، وكان دايما كده النساء بتتردد عليه، وكان بيستغل إن السيدات اللي بيقولوا عشان عايزين يعملوا قضايا خلع أو يرفعوا قضايا أو في مشاكل. فكان بيستغل ده. بعض من الشهود اللي اتكلموا عن هذا المحامي لحد دلوقت مفيش صورة له على فكرة. يعني الموضوع لسه مفيش أي صورة ظهرت له. اسمه زي ما احنا قلنا نصر الدين محمد، حتى اسمه الناس كتير تكون لسه ما وصلتش له أو ما رضتش تفاصيل عن الموضوع ده. دي تقريبا التفاصيل الأولية أو الجديدة كمان اللي احنا جبناها لكم أو بنجيبها لكم في هذه القضية، وهنتابع معكم ايه اللي بيحصل في الموضوع ده. طبعا التحقيقات زي ما احنا قلنا بتجرى على قدم وساق، وأخذ 4 أيام، والأربع أيام انتهوا. وبعد كده أخذ 15 يوم على ذمة القضية، والنيابة العامة أمرت بتشريح الجثمان والتحفظ على جميع ممتلكات هذا المجرم. وكمان كاميرات المراقبة اللي موجودة في المكان تم التحفظ عليها وبيتم فرزها.